السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. في هذا الفيديو هذا جيت نصاوب معكم عملوا بثلاث مكونات جد اقتصادي وسهل وبطريقه جد بسيطه. شوفوا لي البنات تبارك الله ما شاء الله، بحال هذاك اللي كيتشرى تماما. المكونات البنات هما هادو. كناخذوا كميه ديال اللوز شحال ما بغيتي على حسب كنتي شحال باغا ديري. وكناخذوا العسل وزيت الزيتون. زيت الزيتون من الاحسن تكون حلوه، ما تكونش حاره باش ما تحررش لكم عملو ديالكم. في الاول البنات غادي نغسلوا اللوز ديالنا الغسيل ديالو بهذه الطريقه باش ما يشرب لكمش الماء. ها نتوما يا البنات كتخويو عليه الماء حتى كيعمر البانيو، ما تخليوش بزاف في الماء حيت حنا ما باغيينش نحيدوا القشره، بغينا غير نغسلوه من ديك الغبره ديالو. ها نتوما راه ما غادي يتنفخ ما والو، غير غادي نغسلوه وغادي نحيدوه دغيا. ها نتوما كنغسلوه واحد جوج مرات ولا ثلاثه بهذه الطريقه هذه. غتحيد منه ديك الغبره كامله اللي فيها، ولكن في الاول خصنا نقيوه، خصنا نحيدو منه دوك الشوائب. كاين اللي كيبقى فيه العظم ديالو وكاين اللي على حساب. كنقيوه وكنغسلوه. شوفوا الماء ديالو كيكون فيه ديك الغبره ديالو. كنغسلوه واحد جوج مرات ولا ثلاثه. مهم ما تخليوش رطب في الماء بزاف. من بعد كنمسحوه، كنديروه في شي منديل ولا في كلينيكس ولا كنمسحوه مزيان مزيان بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. المهم غادي نمسحوا اللوز ديالنا مزيان حتى ينشف. نديروا له هذه الطريقه حتى كينشف معانا. راه اللوز واخا كتغسليه القشره ديالو كتطلق داك اللون ديالها القهوي. ها نتوما يا البنات نشف معايا مزيان. حنا ما بغيناش نرطبوه باش نحيدوا له القشره، بغينا غير نغسلوه من ديك الغبره ديالو. من بعد البنات كناخذوا واحد الصينيه اللي كتدخل الفران وغادي نطلقوه فيه بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. غنوزعوه في ديك الصينيه كامله وغادي ندخلوه الفران على عافيه تكون مهيله باش يتحمر لينا على خاطرو وياخذ لون موحد. ما غاديش باش ما يتحرقش لينا، باش ما يتحرقش معنا هذا اللوز هذا. ها نتوما البنات اللوز دابا كيكون بيض. من بعد ملي كتكونوا كتحمروه غتقطعوه وغادي تلقاوه بني من الداخل. هذا باش كتعرفوه بلا راه ناجح التحميره ديالو. ها نتوما البنات اللون ديالو كيولا، واخا الكاميرا ما مبيناهش لكم مزيان كيكون اللون ديالو بني، كيكون قهوي. هذا باش كتعرفوه بلا راه تحمر مزيان حتى من الداخل. ولكن البنات خص العافيه تكون مهيله على الفران باش يتحمر على خاطرو ما يتحرقش لكم وما تجيش فيه المروريه في املو. المهم بعد ما حمرنا اللوز ديالنا اللي هو هذا غادي نطحنوه في الهاشوار. كنظن دابا الهاشوار ولا رخيص، ما كاينش اللي ما عندوش. راه شحال هادي الناس كانوا كيطحنوه في الرحى، الناس ديال زمان كانوا كيطحنوه في الرحى وباليد. دابا ما شاء الله التكنولوجيا تطورات، ولا الهاشوار الخلاط الكهربائي عنده تخوا، كل وحده والخلاط ديالها، كل وحده والطحانه ديالها. المهم انا طحنته غير في الهاشوار. هانتوما كما كتشوفوا نبدا في الطحن ديالو، نبقى نطحن ونحبس باش الهاشوار ديالنا ما يسخنش، حيت خاصو واحد شويه د الوقت باش يتطحن مزيان مزيان. هانتوما البنات كما كتشوفوا راني كنطحن وكنحبس كنطحن وكنحبس. هانتوما راه نبقى نطحن ونحبس حتى نحصل على ديك على النتيجه اللي بغيت. مره تبقاو تحيدوا الغلاقه
حيتاش من كيبدا كيتلين كيبقى واقف في الجناب ديال الهشوار. هانتوما بهاد الطريقه هذه، هانتوما بقى واقف في الجناب ديال الهشوار. مره تبقاو تحلوا الخلاط ديالكم وتبقاو ديروا بحال هاد الطريقه هذه باش يهبط اللوز ويتطحن لينا. هانتوما البنات نعاود نطحن. مهم نبقى نطحن ونحبس باش الهشوار ديالكم ما تسخنش. هانتوما بدا كيطلق لينا الزيت، راه ما درت فيه حتى قطره ديال الزيت، مازال ما درتها فيه، حيتاش اللوز من كيتحمر راه كيطلق الزيت ديالو. واحد القضيه البنات، راه ما طحنوش اللوز وهو سخون بزاف، خليوه حتى يدفى وما تخليوهش حتى يبرد بزاف، حيتاش الا برد بزاف عاوتاني ما يطلق لكمش الزيت. خليوه يدفى غير شويه وديك الساعه طحنوه. هانتوما بدا كيطلق لي الزيت، راه مازال خصو يتطحن مزيان باش يجي رطب. شفتوا كي ولا دابا راه تطحن لي مزيان وطلق الزيت ديالو. من بعد البنات نديروا واحد شويه د الملح، غير شي شويه، قبيص هذا الملح، وغادي نزيدوا الزيت. بالنسبه للزيت البنات كل وحده والذوق ديالها، لكن ما تقدريش تحكمي في الذوق ديال شي واحد اخر. كاين اللي كيبغيه جاري بزاف وكاين اللي كيبغيه قاصح واحد شويه، كل واحد الذوق ديالو. انت تحكمي في الزيت، الا بغيتيه جاري بزاف ديري الزيت بزاف، الا بغيتيه قاصح انت والذوق ديالك. راه في هاد الامور ما تقدريش تعطي المقادير بالضبط، كل واحد والذوق ديالو. هانتوما البنات كنظن ان هذا هو القوام اللي بغيت. من بعد عاوتاني كتزيدوا الحلاوه عاوتاني على حسب الذوق. هانتوما انا كنستعمل هذا العسل هذا ديال الليمون، كيكون رخيص شويه، العسل الحر ولكن ديال الليمون كيكون رخيص، ماشي بحال ديال السيدر ولا ديال الدغموس كيكون غالي بزاف. كندير معلقه ديال العسل ثاني كما قلت لكم على حسب الذوق. كاين كيبغي الحلاوه بزاف، كاين اللي ما كيبغيش، بس بقاي ديري وتذوقي. مهم انا درت معلقه كبيره كافيه تبارك الله ما شاء الله. هانتوما البنات دابا الاملو ديالي واجد ما شاء الله. هانتوما كي كيجي تبارك الله وصلى على النبي. كنتمنى اللي وصل حتى لهنا يدير لنا واحد الجيم وواحد الكومونتير اللي غادي يكون زوين بحالكم ما شاء الله. وكنطلب السماحه من المحمات عاوتاني، سمحوا لي بزاف، واخا طريقه سهله وفي متناول الجميع كنطلب منكم السماحه، سمحوا لي بزاف. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق فضلا وليس امرا. وكنتمنى يكون الشرح واضح وما نكونش ثقيله على قلوبكم. كنتمنى ما نكونش كثرت في الهضره بزاف، هادشي اللي عطا الله. وكنتمنى الشرح حتى هو يكون زوين ويكون مفيد. غير قبلوا عليا، مازال كنتعلم ومازال ما عارفه شحال من حاجه.